واحد من أسوأ التجارب اللي مريت بيها على خطوط طيران واللي ما انصحكوش بيها تماما. النهارده هنجرب مع بعض اشهر طيران موجود في اسيا. الطيران الأشهر بعروضه الرخيصة وواجهته الكتير في آسيا وهو لايون اير، وبما إني بصور في إندونيسيا فكان لازم أقول لكم تجربتي فيه من أولها لآخرها. طالع من مدينة اسمها مكسر ورايح على العاصمة جاكرتا في رحلة مدتها ساعتين وسعرها $100 تقريبا مع وزن 20 كيلو. وصلت المطار وخدت البوردنج وطالع على البوابة متحمس جدا. اتبلغت إن في تأخير لمدة ساعة، قلت مش مشكلة نستنى عادي، مطار شكله ظريف. لقيت الطابور بيتجمع، قلت الحمد لله، وقفت في الطابور تاني ورحت لقيتهم بيقولوا لي رايح فين؟ خد بسكوت وميه واستنى هنا شويه. اكتشفت ان التاخير هو 3 ساعات مش ساعه واحده بس. المهم الوقت عدى وطلعت على الطياره. الكرو كان ذوق بشكل غير طبيعي، ولكن طبعا لان الطيران اقتصادي فكانت الكراسي متواضعه ومفيش ترفيه على الطياره. الاكل تقدر تطلبه على الطياره ولكن اختياراتك محدوده جدا. في فول سوداني كان طعمه غريب شويه، ونودلز اسمها بوب مي مشهوره جدا في اندونيسيا كان طعمها كويس. خلاصه تقييمي للطيران دوت 5/10. ولو بتتحركوا داخل اندونيسيا او ماليزيا انصحكم تستخدموا طيران زي سيتي لينك او باتيك اير او جارودا. ولو عجبكم فيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان تشوفوا كل فيديوهات اندونيسيا اول باول.